وضعت على سلم الأولويات موضوع البيئة والنظافة العامة. الأمر اللي بهمنا جميعا، بهم كل مواطن، بهم كل مؤسسة، إنه يرى بلد نظيفة وبعيدة عن المكاره الصحية. موضوع البيئة موضوع مركب ومش مجرد تنظيف شارع أو إزاحة وسخ من هون من هناك. موضوع البيئة يتعلق كيف احنا نتخلص من المياه المجارية بشكل حضاري، يتعلق كيف احنا نتخلص من النفايات الصلبة برضه بشكل حضاري، يتعلق كيف نتخلص من النفايات البلاستيك والكرتون بشكل اللي يتناسب مع المعطيات والمعايير الحديثة. اليوم قاعدة الدول والمجتمعات المختلفة بتتنافس في المعايير اللي كيف تتخلص من هذه الأشياء بشكل حضاري، اللي من جهة بيقلصوا من استغلال الموارد الطبيعية، ومن جهة ثانية بحافظوا على البيئة من أجل صحة الإنسان وسلامته وكرامته. فأحد الأشياء اللي يعني هاي البلدية برئاسة أبو خالد ودعم الأعضاء وطبعا المواطنين وقفوا لجانب هذا المشروع. قدرنا في شهر 1 و2 مثل ما قالت الصحفية إنه بورتسيم داخله كاب باك الغربية. اجت عندنا صحفية من تشتغل مع شبكة إعلام ايبوك تايمز، هاي مجلة تنشر في 18 موقع في العالم في 18 لغة. إنه باك الغربية استطاعت إنها تدخل المسار البيئي بالشكل الحضاري بدعم معنوي وعملي. فإحنا صحيح خطينا خطوة قبل 4 شهور، ولكن تابعناها خطوة جماهيرية وتابعناها بشكل أعمال بلدية. وهذا ما بكفيش، وإحنا إن شاء الله بالتعاون مع جمعية أجداد، مع أجدادنا وأهلنا وإنتم، بنعتبركم يعني رايحين نعتبركم الذراع أو المحرك وراء المواطنين في إن ندفع في الناس إنهم يهتموا في البيئة بشكل وبآخر، حتى نطلع في بلدنا بلد نظيفة وتحسب من البلدان اللي على المستوى العالي. فإحنا اليوم بصدد إن قريب جدا نرتبط مع شركة اسمها شركة تمير، تأكيد تمير. هذا التأكيد مربوط مع شركات فرعية اللي تقوم في جمع النفايات البلاستيك والكرتون. يعني وارد انه يضعوا في البلد حوالي 100 قفص من الكرتون ومن البلاستيك. فهناك خطة طبعا مع أستاذ شريف ومع محمد سعيد بياتسي عضو منظمة أصدقاء الأرض اللي بيهتموا في هذه المواضيع، إنه كيف نوزع هاي الصناديق وندعي الناس بطريقة نزيد وعي الناس كيف إنهم يتخلصوا من هاي النفايات من بيوتهم مباشرة للصناديق هاي، بحيث إنه الواحد يعني نفسه بيقوم في أخذ هاي البلاستيك بحطه في صندوق البلاستيك والكرتون بحطه في هاي بسموها فرادات بسوريا، على أساس خلال وقت نتعود على هذا الشيء. ممكن في البداية كصعب الناس مش متعود عليه، أما خلال إحنا عمليا لازم نبدأ في هذا المشروع. هذا من جهة. من جهة ثانية برضه اليوم بنبشركم الحمد لله بعد جهد طويل قامت فيه البلدية مع تأكيد همايم شركة المياه عيرون، إنه بده يباش مياه عرب لا والله لا احسن عربيه احسن كده رياس خلوا لابو احمد. انا عارف قديش انتم حديثين السلام. طبعا بالنسبه لموضوع البيئه في عندنا بالنسبه طبعا هذا الموضوع اللي في بالك هو موضوع المجاري اللي باقي الغربيه طبعا بتعاني منه على مدى هالسنه. هسه احنا اليوم في برنامج اللي هو باذن الله حسب القانون شركه مياه وادي عرب حسب القانون المفروض خلال 5 سنوات تخلص 100% المجاري في باقي الغربيه كلها مع بنايه مضخات 2. المضخ الاول اللي هو في الارض اللي هي طبعا وحط عليه من باك عندكم اليمين وين الانتينا هاي تبعت ميسر، هناك راح تكون مضخه هاي المفروض انها تاخذ كل المي من باكا من جهه الشمال وتوديها على المتاش. وفي عندنا اخرى مضخه ثانيه المفروض تكون برضه موجوده في النص اللي تساعد هاي المياه. المشكله الوحيد اللي هنا بعد وين دوركم بيجي
نحن يعني هذا المشروع وانت بينجح وانت بيخلص، يعني المفروض انه كل سنه يخلصوا مقدار 20%. الموجود اليوم حاليا في باكا هو 18% تقريبا، بس ال 18% هن مش صالحات، يعني 18% بكير موجات مجاري، بس مره بحشوا مشان الكهرباء وخزقوها، مره بحشوا مشان المواسير المي وضربوها. اثنين المواد اللي بيستعملوها في الماضي بكت اليوم بكت تختلف، يعني المواد اللي بكت بالماضي اليوم هي مش ملائمه من ناحيه، يعني اليوم بيسموها خذ مثلا الموضوع هذا اللي في الحمر تبع السرتين هذا اسبست. قبل بكسوه من الاسبست، اليوم بقول لك بما انه هاي المي انا بدي اخذها مشان اعملها صالحه، ما بقدرش احركها من الاسبست مشان اسويها اصلحها. فحتى 18% اللي هي باكي اليوم موجوده فهي بتوصل تقريبا 7% بس صالح، والباقي بالكاد. بس هذا كلياته اللي بنقول احنا نظري ما دام الناس ما تعاونوش معنا، يعني بلا مؤاخذه احنا بدنا مجاري، بس المجاري اننا تمرق الشوارع والاراضي الناس. يعني اذا واحد يعني عندك حاره خذ الدرس كلياته، اذا واحد حسب الخارطه اجى من الاخوان عارض، واحد من الحاره عارض على اساس يفوت من ارضه، هذا بعوق المشروع في حارته كلها على كل شيء 6. فالموضوع بس مش بس بيتعلق في البلديه، يعني البلديه هي بدها تبلش، في عندنا اليوم برنامج هسه كمان كيف الاخوان بيعرفوا، طبعا اليوم المجاري في لها خارطه، يعني خارطه موثقه بتاخذ عليها ترخيص، يعني المفروض معروف من منين كل ماسوره بدها تمرق، من بدها تطلع، من بدها تيجي. نتمنى احنا من ربنا انه الناس يتعاونوا، نتمنى من ربنا انكم انتم برضه بينكم كل واحد منكم اكيد موجود في حارته وبين اهله انه هاي المشاكل ما تصيرش، عشان خساره. يعني باكا غربيه بقول لكم في كسر منا مش حاسس فيها، بس يا اخوان في حارات وفي ناس اللي عايشين في وضع مأساوي من هذا الشيء. تفضل. وقسم من الدورة الثانية، احنا موجود معنا اليوم قسم من الدورة الثانية اللي راح نبداها بعد رمضان. احنا مجندين معكم في كل عمل نظافي البيئة، وبرضه بالنسبة للي كانوا مرسي هاي لجنة الصلح وهاي الاخوان، احنا وين في اي عائد ناس اللي بدهمش يمشوا الماسورة في خلاف بينهم، فالصلح هو احسن من الجهاد. لذلك سيدي جميل ممكن بيصلح هاي الامور وبيعمل يعني في الاولى الرسول صلى الله عليه وسلم شو اكبر الجهاد؟ قال سيدي عون بالضبط. هذا العمل عمل انساني، وهذا العمل بخفف. تصور اليوم لما نمشي بالشوارع شو ريحه الشوارع؟ يعني انا بدار قصر ومسجلين ومكتبي وانترنت وبرا بطلع ما اقدرش امشي، لازم احط هذا العمل. اعتقد انه عمل جيد جدا، واعتقد احد الاشياء اللي عنوان منتدانا، احنا منتدانا اسمه الاجداد والاحفاد، ولكن مربوط بالتطوع، والتطوع هو العطاء، والعطاء هو اصلاح ذات البين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا بالنسبه للمشروع الاول. بعتقد ان كل الناس اذا حدا عنده اي ملاحظه تفضل. مشروع البيئه والانسان والنظافه، واحنا رايحين نربط فيه برضه مدارس. يعني راح نبني المشروع شوي، احنا ما بنقدر نيجي اليوم نتوقع كل مدارس باكا، صعب جدا. باكا كبيره ومساحاتها واسعه ومدارس كثير وطلاب كثار ومدراء كثار ومعارف ومشاكل. احنا رايحين ناخذ بالبدايه مدرسه ومدرسه. السنه الجايه ان شاء الله ممكن خلال الفصل الثاني نضل مدرستين، الفصل الثالث نضل مدرستين. السنه الجايه ممكن نضلين كل المدارس، يبقى قسم معارف مرتب، تبقى بلديه كل اقسامها، فممكن يكون مشروع عام لكل البلد. تفضل استاذ ابراهيم. المشروع الثاني على جدول الاعمال مشروع تجميل. مشروع تجميل وتزيين حوض الماء بركه المياه في مدرسه الغزالي الغربيه. قبل 4 شهور طلبت من ابو خالد يرافقني على الخربه الغزالي. شرحت له الفكره انا بحلم فيها من 4-5 سنين. انه حوض المي من جوا في مي ومن برا حيط بطون. شو المشكله انه هذا البطون نحييه زي ما المي بتحيينا، برضه الحيط هذا بنعمل صوره اللي تعبر عن رسومات معالم باكا الغربيه، تاريخها وتراثها. فابو خالد ما فترش مرتين، كلمت شغل على المشروع هذا. الحين نزلها حكم 500 اللي ان شاء الله حطه في الامتحان. امبارح كان لنا جلسه في 1/7 هاي بسموها تكوين تكتيكي، فخصصنا 20,000 شيكل مشان رسومات على جدار البير. طبعا 20,000 شيكل مش رح تكفيها،
عندنا جبنا جمعية إبداع، جمعية عربية من بلادنا، مجموعة رسامين فنانين على مستوى عالي جدا. احنا بنحكي على رسمة بين 60 ل 100 متر مربع. زائد نرسم الكلاسترون للعلامة أحمد الغزالي على واجهة المدرسة. ابو حامد فعندنا جمعية إبداع وفي عندنا فنانين من باك الغربية اللي أبدوا استعداد إنهم يرسموا. طبعا هم بدهم حق المواد وحق الكبار وعلى أساس هذا المشروع نقدر يعني أشياء مش راح تكفينا، فبدنا تعاونكم، بدنا تعاون القاسمي، برضه القاسمي أبدوا استعداد. فإن شاء الله هذا المشروع اللي رايحين نحوله لنقطة سياحية ومعلم حضاري، زي ما قدرنا نحول بير بورين وبير باكا وبعض والعجمي اللي بيجوا سواح بيتفرجوا، صح اشياء بسيطه بس القصص بنحولها هي اللي بتصير وهي اللي بتجلب السياح وبتعمل من الشيء شيء. هسا هذا بخصوص الحوز. هسا في عندنا ممكن الحوز بالضبط اللي بتفكر فيه احنا ممكن كلنا نفكر فيه. لما جيت مثلا الحوز خطيت هيك كم شغله، نفس الاشياء اللي بتفكر فيها جعله لوحة فنية تراثية تمثل تراثنا وتاريخنا، مثلا يرسم عليها مثلا فلاح يحرث أرضه، رعي غنم مع أغنامه مع جمال مع أشكال، حقول خضراء، العائلة كيف تجلس الطعام مثلا، نظام الكتاب، نرسم عليها جامع كوننا يعني مسلمين، مجموعة تقرأ المولد مثلا، عرس عربي مثلا، سهجة عربية، ذبحة عربية، صور تعبر عن الحصاد، الزراعات على انواعها، شجر الزيتون، الطيور كانت تعيش في منطقه البركه الغربيه، كتبت اسماء احياء البركه الغربيه وسالت مع بركه غيرها. افكار هذه كلها افكار لازم يزودونا ويضيفوا لنا افكار مشان اللوحه. طبعا احنا بنشكل اللجنه اللي احنا بننظر كيف نضع معايير كيف هاي الرسومات بدها تبين انتظام زي ما تفضل الاستاذ محمود. عندنا الموضوع الثالث النظر والتخطيط لموضوع التراث. طبعا بدنا ننتقل الشيخ جميل لانه صاحب المبادره القاسم والشيخ جميل في هذا الموضوع. تفضل. بارك الله فيك. بالنسبه لموضوع التراث وموضوع الاثار، احنا طبعا اخذنا الضوء الاخضر من الاخ ابراهيم مواسي على انه باقي الاثار الموجوده عنده في البيت نعدلها صالة في أكاديمية باكر الجديدة، أو حسب ما إذا قلت الأستاذ إبراهيم في أكاديمية القاسمي اللي موجود الآن في الطابق الثاني. وأظن صدر كتاب بهذا الخصوص من رئيس الأكاديمية محمد عساوي إلى الأستاذ إبراهيم، وإحنا ماشيين في الخط السليم أو في الأطر حسب الموضوع المتبع. بالنسبة القاسمي طبعا تتعاون، والأستاذ مرسي بيعرف هذا الشيء، تتعاون مع بلدية باكر الغربية والأبواب مفتوحة والقنوات مفتوحة، ما في شيء إلا تعاون كل خير. بالنسبة سيدي إبراهيم، بالنسبة للموضوع الأول في اقتراح بسيط اللي هو موضوع البيئة. يا حبذا لو مثلا بلدية باكر الغربية تقوم بتشكيل لجان لكل حارة من الحارات، على أساس إنه الحارة ترتقي أو تنقي الرجالات اللي بتمثلها، دار فلان أبو فلان 3 4 5 من كل حارة، هم هذول المفتاح لهاي الحارة. أي شيء بدها البلدية تكون مشروع، تكون عمل معين، فبتوجهوا لهاي اللجنة، وهي اللجنة بتحل مشاكل اتصال مع البلدية، بيمونوا على فلان بيمونوا على علمتان، بيكون إشي الحمل إذا توزع انشال. مضبوط في موضوع التراث، احنا فتحناه وخلينا مفتوح. المتحف هو مبادرة من الشيخ جميل مع الحاج إبراهيم، واحنا بدنا نضم له برضه كثير تراثيات اللي موجودة في البلد عند الناس وراح تزول.
فهذا واحد من المشاريع اللي راح يكون فيها نخطط لها. طبعا هذا بده مصممين وبده ناس مختصين، وأعتقد الكلية بادرت وباشرت وخصصت الميزانية إلى هذا الأمر بكل فضل الشيخ جميل مشكور. أما إحنا قصدنا بالتراث برضه مواضيع أخرى كثير، مثلا في كثير عندنا ناس مهتمين بالتراث، في عندنا ناس كتبوا التراث، كتبوا التاريخ. إحنا بدنا نحاول نحيي ذكراهم بتدوين أشعارهم، أقوالهم وإصدارهم. مش بالصدفة أكاديمية القاسمي، وإحنا كل هذا المشروع هو يعني في الأيام الأولى لاستلامنا منصبه فجيت محضر مشروع تراث ضخم، مشروع سياحي يتمثل في قرية تراثية سياحية اللي نجلب لها جميع الطلاب في المدارس الإسرائيلية من يهود وعرب. مشروع مفصل تفصيل تام لا مجال لذكره، موجود عندي هنا، لا مجال لتفصيله طبعا اليوم، لا مجال لتفصيله لأنه الرئيس عرضت عليه قسم من التفصيل. كفكرة هو استحسنها، ولكن إخراجها لحيز التنفيذ والتفكير فيها وعرضها على السلطة المحلية بجوز الفترة الثانية. بس ما بعرفش الرئيس هذا قدامنا شو بتحاسبوا عليها. أنا اللي علي سويته، ما خلصتش، أنا بتراجع عدة مرات يعني شو صار بالفكرة. بدها أرض هاي وبدها ميزانية وبدها كذا، ولكن بده تفكير يعني عميق في الموضوع أو طرحه على البلدية كبلدية ودراسته مع ميزانيته كذا. إذا في إمكانية يصير فليكن، ليش ما إحنا نكون رائدين رواد في المحيط العربي كلياته يعني. ليش نستنى غيرنا؟ ليش مثلا انتم يعني توصلوني لدرجه الياس في الموضوع هذا اللي اروح اطرحه وين؟ على بلديه ام الفحم ولا على بلديه الطيبه ولا بلديه كذا؟ بلد ما هو اولى من هذا مصدر لهذا الاشياء مش موجوده في بلدي وانا بدي ارسخ وبدامر. فارجو اتاحه الفرصه. بعدين بالنسبه للكتابين، انا بشتغل فعلا بكتابين من 15 سنه يعني برفقة الوالد، وتوفى الوالد ثمرة عمل 80 سنة بهذا المجال اللي اشتغل هو فيه. والكتابين موزعات كالآتي: الأول أسرعت فيه لأنه سهل، اللي هو عائلات باكر الغربية وأسرها. مشان الولد جيل 17 18 20 يقدر يوصل للسادس سابع ثامن جيل. الهدف هو ترسيخ جذورنا بهذه الأرض. ما يبقاش الولد ما يعرفش اسم سيده، هاي كارثة صار. يعني صار معي يسأل الطالب وما عرفش اسم سيده. ترسيخ لوجودنا في هذه الأرض يجب أن يعني أراها رسالة إصدار هذا الكتاب. هذا الكتاب هو محلي اشتغلنا فيه أنا والوالد وكملنا فيه، ومش تحت رعاية حدا وما طلبتش رعاية من حدا على فكرة. والتزامي هو نحن نفسي ومش نحن، لا القاسمي ولا بلدية باكر الغربية. بخلص هذا الكتاب إن شاء الله ويوم بشتغل عليه، وأظل يجي مصور قسم جديد على قسم العائلات وسلالاتها صوت إن شاء الله متى ما أخلص هذا الكتاب أصدر إن شاء الله. هذا القادمين على الحفاظ وعلى المبدأ اللي اشتغلوا فيه للحفاظ على تراثنا وعلى محتويات الأشياء اللي من عند الأخ إبراهيم موازي والأشياء الأخرى الموجودة هناك. ولكن هذا لا يكفي. باكر الغربية لها تاريخ، وتاريخها لا يوضع فقط على حيط. في هناك التراث اللي تفضل فيها القرية التراثية اللي تفضل فيها الأستاذ محمود، هي فكرة عظيمة جدا، وفكرة إذا بنبدأ ندرس فيها وإذا بنفكر فيها وفي إقامتها هي تبقى مبادرة قيمة جدا وكبيرة جدا في باكر الغربية، وتبقى مثال للوسط العربي كلياته. في سخنين في مبادرة لمتحف، ولكن كنت في أنا وزرته في كثير أشياء، ولكن في كثير نواقص برضه. ولكن في باكر الغربية في المثلث هون
إذا كان القرية تراثية، إحنا بنسمع مثلا تسمع لما بتروح على مصر تروح على القرية الفرعونية، تسمع أنا فيها تراث فيها أشياء. إحنا بدنا نعمل قرية تراثية اللي بتضم كل تراثنا من تاريخ باقر الغربية اللي هو حوالي 600 سنة، قبل 600 سنة. فهي باقر الحديث الموجود اليوم، ولكن تاريخ باقر الغربية الكنعاني القديم هو يعتبر من آلاف السنين. وفي آثار في باقر الغربية اللي موجودة محفورة في صخور في الجبل الفكاني وفي عدة محلات في باقة، اللي صخور محفورة، وهذه هي تاريخ قديم جدا من زمن الكنعانيين اللي كانوا عايشين في المنطقة هون. ولكن احنا بدنا نتحدث عن تراثنا، عن لباسنا، عن مأكولاتنا، عن مزروعاتنا، عن أدواتنا الزراعية. في كثير أشياء اللي موجودة في البيوت وفكرنا فيها أخ جميل، شيخ جميل، فكرنا فيها شو بدنا نعمل شو بدنا نساوي. في القاسمي، في قرين القاسمي بنقدرش نروح نحط كل شيء، صعب جدا. وصعب جدا إذا بيجي ضيف دائما نضل ناخذ على القاسمي. فمن المفروض انه بقى تبدا تفكر في اقامه قريه اللي تفضل فيه الاخ محمود، ولكن بشكل مدروس وبشكل لائق في باقر الغربيه، وهذا ما بينكمل بيوم وليله. مجموعه اللي تقعد وتفكر في طريقه اقامته، في مكان اقامته. انا مثلا حاولت من الثمانينات انه اعمل وانا ببيت شبيب، انا والاستاذ شريف والاخوان طبعا هاشم وهاي الاستاذ شريف طيب معنا، حاولنا نعمل في دار فارس الحمدان متحف. وعدة مرات رحت وزرت عند أصحاب المحل اللي مسؤولين عن البيت، وحاولت إني آخذ، وجيت على البلدية هون في الثمانينات على أساس إنه أقدر آخذ تصديق إنه ناخذ يصادروا الأرض هناك أو يصادروا البناية ونعملها متحف لباقر الغربية، ما تكسرش الأمر. اليوم بجوز يتأثر، فلازم نبدأ نفكر في الموضوع. وشكرا لكم، بارك الله فيكم. شكرا لك. الشيء اللي هو مش بسيط، بس انا بقول انه يعني يا ريت لو انه احنا في شغلتين مهمه. الشغله الاولى اللي هي تيكوس، انه فيش عندنا تمثيل اهل باقر الغربيه باسماء الشهداء. احنا عندنا شهداء، احنا عندنا ناس ابطال، احنا ناس عندنا وقفوا في المنشيد 20 يوم وايام، فينا ناس فينا في باقر الغربيه، فينا ناس اللي عن جد بيستحقوا انه احنا نمجد اسمهم. وانا بعتقد هاي شغله مهمه للتفكير. الشغله الثانيه هي معنى اسامي الشوارع. يعني انا اليوم بقول لكم، يعني لو تسال كل الموجودين هين اي اسم شارع الكل بيجاوب، بس اذا بتسال انت من مرسي تحت بجوز 5% من هالنعم. فانا بقترح انه كفكره انه نعمل كتاب، احنا مستعدين بديت اعمل الكراس بالاسماء، كل اسم بارك الله فيك. انا سبقتنا، بس واحنا مستعدين كبلديين من هذا الموضوع، عشان هذا شيء جدا مهم. انا بقول لك يعني بالصدفه بقيت مع بنتي في احد الشوارع، سالتني فما عرفتش. ما عرفتش، بس انا بقول لك انه انا مستحيل لك المكريم كلها سيدي سيديك. والله. فبالاخر سالت انا واحد واثنين وثلاثه والثالث والرابع، عرفت بالاخر انا شرحت لها شو فهي نقطه مهمه على كل مشان الواحد يعرف. فخلينا نقول، خلينا نعطي اهل باقر الغربيه اسماء. هسه شو المهم بهي الشغله؟ المهم بهي الشغله انه لما انسان من باقر الغربيه وشاب من باقر الغربيه بشوف انه ابن بلده اسمه موجود، مش مهم من اي حاره، مش مهم من اي عائله، مش مهم منين هو موجود، بيكون انتمائه، بيكون يعني انا مع كل احترام الاسماء الموجوده، بس انا بضل ابن بلدي اقرب علي، بضل بالنسبه لي. يعني انا في احد المناشير نزلناها كتبنا يعني طلبت من اللي كتبوه يكتبوا بيت شعر للمرحوم الله يرحمه الشاعر. يعني بقى لنا هدف، انا هدف لما انكتب ببيت الشعر بقى لنا هدف. وقت بيت الشعر اللي انكتب يذكر 50 سنه 36. الهدف بقى كانه احنا يا عمي في لنا شعراء، احنا مش ما جيناش من هوا. للاسف انه يعني مشان كل واحد عنده مستقبل ذكره الماضي، ذكره الماضي هذا نعرفه. وطلابنا اجى الوقت في البدايات يتعلموا برضه عن الشعر الفلاني والشعر المؤرخ الفلاني من بلده. مش معقول انا اعرف. يعني اليوم بيعلموا قاعدين على بين الفحم وبين مصمص في شعراء هناك جداد اللي قاعدين بيعلموا فيهم في المدارس. شفت انا صرف عن اساميهم. طب انا عندي اقدر وعندي ناس. يعني انا اذا انا قلت لكم تستنوا بالذات اهل باقر الغربيه احنا نحطه، خلينا نعرف شغله واحده. للاسف الشديد من جميع الامور، كان من رياضه وكان من اي موضوع ثاني، المنطقة المثلث والمنطقة يعني صعب عليهم يجي يكونوا باقر. يعني صعب. ليش؟ تاريخيا هاي بعرفش هاي الاخوان يجاوبون عليها. اذا احنا اهل باقر متوقعين انه خارج اهل باقر يجوا يمجدوا ابن بلدنا بقول لكم مستحيل.
في مشكله تاريخيه ما بعرفش كيف اشرحها عليه. يعني فريق الفوتبول تبع باكر الغربيه اذا بروح بيلعب مع كفر قرع، بالنسبه لكفر قرع بيلعبوا مع ريال مدريد. مش مهم، كل الليغا ولا لعيب يجي على اللعبه هاي اللعبه. مصمص كالتالي، وجد كالتالي، خطنا 3-7 على كل اهانه، لعنا يعني والله العظيم في باكر الغربيه في تاريخ مشرف. اجى الوقت اللي الدورات انا بالصدفه يعني حكيت الموضوع مع الاستاذ شريف وقتها بالنسبه للمرحوم الشهيد احمد القطار، قلت له هذا الشخص انا سمعت عنه، طب جيبوا لنا معلومات. انه قال مش لازم الدورات عندنا في باكر الغربيه 12 كل واحد اسمه طيبه بتفيد. سلمنا بالنسبه للعلاقه مع القاسم لكلكم احنا يعني بعطيكم مثال بسيط عشان تعرفوا شو الاشياء هاي اللي موجوده مهمه. احنا جينا على مدرسه معينه في باكر الغربيه اللي طلابها ما حدا منهم بحضر دروس، بحضروش دروس. فاحنا كبلديه رحنا نحارب شو بدنا نسوي مع هاي الطلاب، وضلنا لنا 5 اشهر بلديه جديده، رحنا على القاسم.